اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده طالع اتكلم معاكم بخصوص موضوع مهم قوي، وهي نصيحة مهمة قوي حرفيا. يعني هتفرق معاك لو انت شاب او هتفرق معاك قوي، يعني هتفرق معاك قوي قوي قوي. والنصيحة للولد او للبنت عموما، يعني مش مختصة بحد معين. يعني بص يا شباب، اتعلمت من الدنيا دي حرفيا ان ما تربطش سعادتك بحاجة معينة. يعني ما تقولش اما اعمل كذا هنبسط وهبقى سعيد وهبقى. لان احنا كبشر طبيعتنا ان احنا دايما ما بنحبش الحاجه اللي في ايدينا، ودايما بنحب الحاجه الاحسن منها او اللي مش معانا بمعنى صح. يعني ايه الكلام ده؟ تعال افهمك بشكل ادق. انت دلوقتي مثلا بتقول ده انا هنبسط وهبقى سعيد اكتر لما اجيب عربيه. انا عارف ان انت لو جبت عربيه او انا لو جبت عربيه دي مش حاجه وحشه، وطبعا هننبسط اكتر وكل حاجه، بس ما تربطش سعادتك بيها. اهي يعني فاهم؟ يعني ما انت مش من اول دلوقتي لحد ما تجيب العربيه تفضل تعيس وزعلان وكده، ده هيأثر على شغلك وهيأثر على حاجات كتير قوي في دنيتك. فاهم؟ فما تربطش سعادتك بحاجه. اي نعم، الحاجات زي دي لو يعني انا مثلا كمحمد علي لو جالي عربيه اكيد مش هزعل، يعني اكيد هفرح وانبسط، ولكن انا مش رابط سعادتي بيها ومش رابط سعادتي باي حاجه. انا مبسوط باللي انا بقدمه ومبسوط بحياتي، ولازم يكون عندي الرضا النفسي ده. لان لو مش عندي الرضا النفسي ده حرفيا هتعب قوي قوي قوي. وبعدين انت بتسمع النهارده عن حالات الانتحار كتير جدا. ليه حالات الانتحار كتير؟ حالات الانتحار كتير لان هي اولا اساس الانتحار بالنسبه لي الاكتئاب. ليه؟ الانسان لما بيكتئب في الاغلب بيبقى عشان عايز حاجه مش معاه في الاغلب يعني. فانا نصيحتي الاخويه ليكم، ما تربطوش سعادتكم بحاجه، وعيشوا حياتكم عادي، وامشي باللي معاك، فاهم؟ توصل للي مش معاك، بس خليك مبسوط في نفس الوقت. ما تربطش سعادتك وانبساطك بحاجه، لان حتى لو الحاجه دي جت هتبص على حاجه غيرها. فهو دي كانت نصيحتي ليكم النهارده، وبس يا شباب، والسلام عليكم، باي باي.